بيبدأ الفيلم مع البنت المخطوفة دي، ولما بنرجع بالأحداث بيكون في بنت اسمها إيمي ومامتها بيربرا اللي بينتقلوا لبيت جديد بيكون بعيد عن المدينة، ومش بيكون حواليهم غير جارهم كريس اللي بتتعرف عليه مامتها وبتتطور علاقتهم وبيبقوا أصدقاء. وانتقلوا للبيت ده بعد حادثة موت باباها على أساس إن هما يبدأوا حياة جديدة، بس بيكتشفوا إن في قاتل في منطقتهم الحكومة مش عارفة توصله، وبيعرفوا بوجوده لما صاحبتها ليان بتروح تتصور وبيلاقوا جثة هناك. والقاتل ده مش بيصطاد غير الشباب اللي بيلاقيهم بيمارسوا علاقة في عربية، علشان كده بيقدر يصطادهم، واللي بيكون من عادته ان هو ياخد جزء من ضحيته ويحتفظ بيه. وايمي وهي بتكتب مقالها بتسمع صوت عربية جارها كريس اللي بتكون راجعة الساعة 2 الفجر، عشان كده بتكون مستغربة من ده وبتحس بحاجة مريبة اتجاهه. وبما ان هو بقى صديق مامتها فهي قررت ان هي تراقبه علشان تعرف هو بيعمل ايه، وبقت بتسجل على طول مواعيد رجوع عربيته اللي بتكون كلها في مواعيد متأخرة. عشان كده بتحكي لصاحبتها ليان وبتكون فاكرة تاجر مخدرات، بس ليان بتكلمها عن القاتل وبتقولها ان هي كانت مرتاحة في الفترة اللي هو كان بيقتل فيها، لان مامتها في الفترة دي كانت بتاخدها على طول وبتوصلها، وده لان القاتل بقاله فترة ما ظهرش بعد ارتكابه اخر جريمة. فجأة بيجي استاذهم كولمان اللي هيسلموه مقالاتهم، والغريب ان في نفس الليلة اللي اتكلمت فيها ليان عن القاتل بيظهر وبيقتل شاب وبيخطف بنت، واللي لما بتصرخ بتصحى قايمة على صوت صريخها وبتشوفه وهو خارج من جراشه، وبتسجل في دفترها ان هي سمعت صوت صريخ. وغير ده بتروح وبتفتكر لما بابا كان بيطلب مساعدتها، عشان كده بتتشجع وبتروح تشوف ايه اللي بيحصل هناك. لما بتلاقي الباب مقفول بتروح تبص من الشباك، بس مش بتلحق تشوف حاجة لان جارها كريس بيصحى وبيشوفها، وده بيخليها تخاف وبترجع بسرعة لبيتها وبتشوفه وهو رايح ناحية بيتها. بس لما مامتها بتروح لها بتقول لها ان هو كان قلقان عليها، ولما بتقول لها ايمي ان هي سمعت صوت صريخ مش بتصدقها وفاكراها رجعت تحلم بكوابيس بسبب الحادثة اللي حصلت لباباها. وتاني يوم بتسمع ايمي في الاخبار ان القاتل رجع وارتكب جريمة قتل، وغير ده خطف بنته ومش لاقيين جثتها لغاية دلوقتي. بس مامتها بتيجي وبتطلب منها ان هي تعتذر لكريس وبتعرفها ان هما اتفقوا ان هما هيخرجوا مع بعض، بس مامتها برضه بتكون قلقانة من القاتل لانهم عايشين لوحدهم في بيت بعيد عن المدينة. في الوقت اللي القاتل بياخد جزء من ضحيته اللي بتكون سوزان، بتحكي ايمي لصاحبتها ليان انها شاكه في جارها كريس ان هو يكون القاتل، وبتقولها عن المواعيد اللي بيرجع فيها اللي بتكون قريبه من المواعيد اللي بتحصل فيها جريمه القتل. وغير ده بتقولها على صوت الصريخ اللي سمعته وانها شاكه ان هي تكون البنت المخطوفه اللي مش لاقيين جثتها لحد دلوقتي. وده بيخلي صاحبتها تقولها ان هي تبلغ الشرطه، بس هي بترفض لان ما عندهاش اي دليل تثبت عليه الكلام ده. عشان كده بتطلب منها ايمي ان هم يروحوا بيته ويقتحموه، بس صاحبتها بترفض وبتقولها ان هي مشغوله. ولما بتروح ايمي وهي بتتفرج على الاخبار بتتفاجئ ان كريس وراها، عشان كده بتخبي ملاحظاتها وبعدها بيكلمها بطريقه مخيفه بتخليها تصدق ان هو القاتل فعلا، لانه بيقولها ان الاخبار مش تقدر تساعدها في اي حاجه، وبعدها بيطفيها. ولما بتوصل مامتها بتطلب منها ان هي تقفل الباب بعد ما يمشوا، بتلمح له وبتقولها ان هي ما تخافش لان القاتل معاه ضحيه، وغير ده هو ما بيقتحمش بيوت. عشان كده بتسيبها مامتها وبتخرج مع كريس، وبتنتهز ايمي فرصه ان هو مش موجود عشان تروح لبيته، وبتلاقي ليام في وشها وبتاخدها معاها وبيروحوا، بس مش بتقدر تشوف حاجه من الشباك، وبتتفاجئ ان دين صديق ليان موجود معاهم. عشان كده لما بيمشي بتروح وراه ليان وبتسيبها لوحدها، وبكده بتفشل محاولتها التانية وبترجع لبيتها، وده بيخليها قلقانه وبتشوف عربيته وهي راجعه 4 الفجر. ولما بتنام على نفسها بتحلم ان القاتل طلع على صاحبتها وصديقها. ولما بتصحى على تليفون من مامة ليان اللي بتسألها عنها لانها ما رجعتش للبيت، وبتفتكر انها كانت مع صاحبها علشان كده بتكذب عليها وبتقولها ان هي عندها. ولما بترجع ترن على صاحبتها مش بترد عليها، ولما بتفتكر حلمها بتروح لبيته وبترجع ترن عليها وبتسمع صوت تليفونها جوا بيته، عشان كده بتتصل بالمحقق نردوف اللي حقق في حادثة باباها. ولما بيروحوا لها بتقول لهم ان كريس هو القاتل وانه خاطف صاحبتها لانها سمعت صوت تليفونها في بيته، وده بيخليهم يروحوا وبتراقبهم من شباك بيتها وهم بيستجوبوه، بس هو بيديلهم التليفون وبيقول لهم ان هو لقاه واقع، وبيفتح لهم المكان وبيفتشوه مش بيلاقوا اي حاجه فيه. عشان كده لما بيرجعوا لها بيكون المحقق عارف بحادثه باباها وان هي كانت بتحلم بكوابيس، عشان كده مش بيصدقوها. بس ايمي بتقول لهم ان هي سمعت صوت صريخ وبتوريهم المواعيد اللي بترجع فيها عربيته اللي بتكون قريبه من مواعيد جرائم القتل، بس برضه مش بيصدقوها وبيفتكروا ان هي بتعمل كده لانه صديق مامتها. وبياخد المحقق دفترها، ولما بتعرف مامتها من المحقق اللي هي عملته وبتتكلم معاها ايمي، بس برضه مامتها مش بتكون مصدقاها هي كمان، وبتقولها ان الصرخه اللي سمعتها دي بتكون صرختها اللي بترن في ودنها من ساعه حادثه باباها. عشان كده بترجع تقولها ان هي مش السبب في موته، بس مع ده ايمي بتكون مصره وبترجع تراقبه تاني وبتخرج من ورا مامتها وبتروح لبيته عشان تدور على صاحبتها ليان. وهناك بتشوف مراية بتقدر تشوف منها شباك اوضتها، بس بيتصل بيها المحقق وبيقول لها ان ليان عنده وبيخليها تكلمها وبتكون متضايقة منها. وغير ده هتعرف مامتها بان هي كانت بايتة مع صاحبها دين
وبتتفاجئ ان مامتها جت وبتتكلم مع كريس، عشان كده بتنتهز الفرصة وبتدخل وبتستخبى في عربيته علشان تراقبه. بس هو بعدها بيحط لفة فيها دم في عربيته وبيروح لمكان بعيد ومعزول وبيرميها فيه، وبعدها بيتحرك بالعربية وبيرجع لبيته. ولما بتحس ايمي ان هو مشي بتحاول ان هي تخرج من العربية بس مش بتعرف، عشان كده بتتصل بالمحقق وبتقوله على اللي حصل، بس هو مش بيصدقها وبتبعت له الصورة اللي اخدتها للفة اللي فيها الدم، وده بيخليه يشك ويتحرك ويروح لها. في الوقت اللي كريس بيكتشف ان في مخبأ في بيته، ولما بينزل بيتفاجئ بوجود سوزان، عشان كده بيقول لها ان هو هيساعدها. ومن هنا بنفهم ان هو مش القاتل الحقيقي، عشان كده بيقفل عليه المخرج اللي من ناحية بيته عشان يضطر ان هو يخرج من ناحية الجراج اللي لما بياخد حديدة عشان يحرر بيها سوزان. وبيسمع صوت من عربيته، ولما بيفتحها بتجري عليه سوزان وبتتخبط في الحيطة وبتتعور. ولما بيخرج بيها بيكون المحقق وصل وبيلاقيها مجروحة وهو ماسك الحديدة في ايده، وغير ده بيكون ماسكها علشان كده بيضرب عليه نار وبيموته. في الوقت اللي بيكون ماسك القاتل الحقيقي اللي بيطلع استاذها كولمان سوزان علشان ما تقدرش تعمل صوت ويسمعوها. وبعد ما بيعينوا المكان بيروحوا المحققين لمامتها وبيقولوا لها ان اللفه اللي فيها دم اللي شافتها ايمي طلعت دم الحيوان كان قتله كريس، وانه رماه في مكان معزول علشان محدش يعرف لانه ممنوع ان هو يقتل الحيوانات. وغير ده ان هم ما لقوش اي اثر لسوزان في بيته، وكده كريس بيبقى مات على حاجه هم عملهاش. عشان كده بيروحوا يحققوا مع ايمي عن سبب وجودها في عربيته، ولما بتحاول تقول لهم ان هو القاتل بتنهار مامتها وبتعرفها ان كريس مات. عشان كده بتتضايق وبتحكي للمحققة عن حادثة باباها لما طلب منها ان هي تراقبه وهو بيصطاد، وهي ما عملتش كده ووقع في الحفرة اللي ما شافهاش لانه كان مركز على الطيور اللي هيصطادها. وغير ده ما قدرتش تساعده لان هي بتخاف من الاماكن الضيقة. وبعدها لما بتنام ايمي بتحلم بكريس وهو بيقول لها ان في بنت في بيته، في الوقت اللي القاتل بيكون في بيتها وبيراقب مامتها، واللي بعدها بيطلع لها وعشان هي واخدة مهدئ مش بتكون شايفاه بوضوح. ولما بتصرخ ومامتها بتيجي بيكون مستخبي منها، ولما بتقولها ان القاتل وراه وبتشاور لها عليه مش بتصدقها، ولما بتبص بيكون اختفى. عشان كده بتفتكرها حلمت بكابوس وبترجع تديها مهدئ بس هي مش بتاخده. ولما بيرجع لها القاتل بتكون نزلت وبينزل وراها وبيشوفها وهي بتبعت رسالة لصاحبتها ليان. وتاني يوم بتجيلها صاحبتها ليان اللي بتديها التليفون اللي طلبته منها لان مامتها واخده تليفونها. ولما بتمشي ليان بتقفل عليها مامتها الباب لانها خايفه ان هي تاذي نفسها. في الوقت اللي بتعرف ايمي من الاخبار ان هما لسه ما لقوش جثه سوزان، وهنا بتستوعب وبتفتكر ان كريس لما قالها ان في بنت في بيته ما كانش حلم، وبتقدر تستنتج من اللي بيحصل ان هي لما صرخت وقالت ان سوزان في البيت سمعها القاتل الحقيقي علشان كده هو بيلاحقها. ومن هنا بتتاكد ان فعلا سوزان موجوده في البيت، وده بيخليها تتصل بصاحبتها ليان وبتقول لها انها متاكده ان سوزان هناك. وفعلا بتروح مع صديقها دين وبتكون على اتصال معاه وبيكسر دين القفل وبيدخلوا بيستكشفوا المكان. بس لما بيسمع دين صوت بره بيروح وبيشوف في ايه اللي بيطلع القاتل وبيضربه وبيموته. ولما بتشوف ايمي الاتصال اتقطع مع ليان بترجع تتصل بالمحقق، بس هو بيقول لها ان هم خرجوه من القضيه ومش هيقدر يعمل لها حاجه، وده بيخليها تصرخ لمامتها عشان تفتح لها. ولما مش بتلاقي اي استجابه منها بتكسر الاكره وبتخرج وبتروح عشان تشوف اصحابها. في الوقت اللي بيكون كولمان خطف مامتها بيرجع المحقق يشوف دفتر ايمي لانه بيكون قلقان وبيفكر في اللي هي قالته له. بتوصل ايمي للبيت ولما بتنده على ليان بيسمعها القاتل علشان كده بيسيبها وبيلاحقها اللي بتشوفه علشان كده بتهرب منه. بس هو بيستمر في ملاحقتها لحد ما بتلاقي كهف وبتدخل فيه وبتلاقي ليان ومامتها. بس فجأة القاتل بيوصل وبتكتشف ان هو استاذها اللي بيحكي لها وبيقول لها ان هم بعد ما انتقلوا للبيت افتكر ان هو هيبطل قتل، بس لما سمع صاحبتها بتتمنى ان القاتل يرجع رجع واستمر في القتل. ولما لقاها بتراقبه خلاها تظن ان كريس هو القاتل، عشان كده كان بياخد عربيته وبيرجع بيها متأخر. ولما بتسأله ايمي هو بيعمل كده ليه بيقولها لو فاكرة ان هو هيقول لها ان هو عاش طفولة سيئة تبقى غلطانة، عشان كده بيقولها ان الشخص الوحش هيعمل ايه غير الوحش، عشان كده بتعوره وبتهرب منه. بس هو بيلاحقها ولما بتشوف الخشبة بتقف قدامها لحد ما بيجري عليها وبتبعد عنها عشان يدخل فيها وبتدخل فيه فعلا وبيموت. وبيوصل المحقق وبيخرجها وبعدها الشرطة وبيقدروا ينقذوا سوزان وليان واكيد مامتها، وكل ده طبعا بفضل ايمي. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد.